السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنات انتوا كنتوا طالبين مني قبل كده لفه بتاعه الخمار او الطرحه الطايره، بس كان في بنوته بتقول لي هي مش بتعرف تلفها من غير ما تكون لفه تحتيها خمار. بص انا هقول لكم عملي عشان الموضوع يبقى اسهل بكتير. بصي يا ستي، انت لابسه دلوقتي خمار الماليزي، بالمناسبه ده من البراند بتاعي، اكيد يعني من البراند بتاعي، يعني مش هروح اشتري من اي حد تاني. وده مقاسه 1.20 سنتي. استنى كده هقوم لك انا، بس يعني ايه الواحد ده 1.20 سنتي. حلو، لابساه على ملحفه، جميل جميل ان شاء الله. لسه تحتيه بندانه سوري. مش بقيت احب البس الشريطه، هي مش بتجيب لي صداع الحمد لله، بس بقيت احس انها بتضغط على عيني. اصل انا بربطها جامد يعني بعيد عنكم، فبتضغط على عيني، فبحس ان عيني خلاص هتقع مني والواحد اصلا مش ناقص يعني. فايه بقيت البس البندانه السوري، ودي دي انا بحبها يعني، بحس انها حلوه. ندخل بقى في الموضوع عشان الموضوع ما يطولش مننا، وانا اصلا بعمل لكم الفيديوهات 3 دقايق وبحس انها كتير عليكم. بصي انت لابسه الخمار بتاعك ايا كان مقاسه، حلو. طيب عندنا الطرحه، ودي بالمناسبه كان في مدرسه عندي في ثانوي، مدرسه فرنساوي، كنت بحبها قوي. هي ما كانتش بتديني، بس كنت بحبها قوي. كانت بتلبس طقم كله اسود في اسود، وبتلبس عليه الطرحه دي تحفه. بس انا مش عارفه ليه زوجي بيقول لي اوعي تعمليها كده، يعني نادرا لو بعملها بيقول لي لا بتلفت النظر. انا مش عارفه بتلفت النظر فين، بس انا شايفه ان هي يعني بتستر اكتر ما هي بتلفت النظر. اهو الطرحه بتاعتك او الخمار بتاعك اهو عادي، وهتجيبي الطرحه بتاعتك وهتحطي دبوس هنا ودبوس هنا. والله العظيم ما في اسهل من كده. تخيلي بتبقى اشيك بكتير لو انت لابساها على ملحفه. استنوا كده يعني، انا تخيلوا كده، انا اصلا مش قادره اقوم والله يا جماعه. الواحد بقى ايه قاعد طول النهار بيخلص حاجات وشغل وبتاع، فمش قادره. اهو انتوا شايفين حلو، ومن ورا طبعا من ورا انتوا شايفين ما فيش يعني. بصوا انا لو حصل ايه مش هقوم برضو بصوا مكسحه. دي اول حاجه حطينا، انا مش حاطه دلوقتي دبابيس، حطينا الدبوسين بقى شكلها شيك قوي وقيمه. تلبسيها على العبايه، على ملحفه، على ادناء، زي ما تحبي. طيب ممكن نشوف طريقه تانية حلوه قوي. في طريقه تانية بس مش عارفه يعني دي هتبقى مناسبه ليكوا ولا لا. انت بتمسكيها، بتمسكي الطرف ده اهو، وبتمسكي الطرف التاني، بس بقى مش بتكوني عامله دي، ما بتكونيش لابسه الخمار خمار ماليزي، علشان الخمار الماليزي بيبقى ليه طلعه كده فهتتني معاكم كده. بس تكون كله بقى نفس اللون، يعني ما يكونش لون ولون. حلو. واحده منكم لذيذه طبعا هتطلع تقول لي ايه ده انت هتلبسيه زي الطرح الصعيدي اهو. انس هو انت ممكن لا ملاش خلاص شكرا يا انس. انس قاعد باصص لي كاني بعمل حاجه عيب. والله يا بنات انا عارفه الولاد يعني اللي مخلفين ولاد اكيد عارفين، يعني الولاد بيجوا كده في وقت بيحسسوكي ان انت مرات ابوهم، واصلا الاحساس ده يعني هو مش جديد عليا بس ابني بياكدهولي يعني. مبسوط يا انس؟ مبسوط ليه؟ ده لما تكوني انت لابسه كل الطقم اسود في اسود. طب انت بتظبطيه ليه بتعملي كده؟ هو انا شايفه، انا حاسبي انس الموبايل، لو انا هنزل بيها لونين مختلفين، بس ليه انا بعمل كده؟ في بنات بتكون حابه تلبس الخمار صغنوني قوي يا دوبك مغطي منطقه الصدر، وبتبقى عايزه تلبس من ورا الحجاب يكون طويل ومغطي من ورا عشان تعرف تمشي براحتها. دي لفه ودي لفه. عايزه تلبسي كده ماشي، عايزه تلبسي كده ماشي. وبتدخلوا اكتبوا لي قولوا لي ايه اكتر لفه بتحبوها وبترتاحوا فيها. وما تنسوش تدخلوا تسالوا على عروض شهر فبراير على البيج عندي انستجرام او فيسبوك في البراند بتاعي. يا رب تكون اللفه عجبتكم، ما الاقيش بنات تدخل بقى تقول لي ما اعرفش اصل انا ما عرفتش اظبطها. هتعرف تظبطيها سهله جدا يعني، انا مش عاملاها غير بدبوس واحد. يلا سلام عليكم.